السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا حاليا فتحنا معكم هذا البث فقط لتوضيح لمتابعينا عملية سير إخماد الحريق اللي اندلع هنا على مستوى حديقة الحمى. وكما راكم تلاحظوا يعني كل الجهود قائمة من أجل إطفائها من عمال الحديقة، أعوان الحماية المدنية، أيضا في هذه الأثناء وصلت الشرطة العلمية اللي هي حتفتح باب التحقيق، لأنه احنا لحقنا فقط المعلومة لكل متابعينا. لأي تفاصيل أو معلومات أخرى سنوافيكم بها في الأوقات القادمة إن شاء الله. والرجاء من كل متابعينا أن طلب صغير استقاء المعلومة من صفحتنا الرسمية التي تمثل المؤسسة العمومية التابعة لولاية الجزائر اللي هي حديقة تجارب الحمى، وتفادي نشر أي معلومات كاذبة حول الخسائر ولا حول الحريق، ولا أنه الحمد لله لحد الآن أنه الحريق متواجد فقط في هذا المكان، لأنه قاسوا هذوك أشجار النخيل كما راكم تشوفوا الوضعية لحد الآن. راهم قايمين بالأعمال تاعهم كل الحاضرين في هذا المكان. المنشور اللي وضعناه والبث هذا المباشر للتذكير فقط لتفادي نشر أي معلومات خاطئة أو كاذبة حول هذا الحدث المؤسف أكيد. المكان اللي رانا متواجدين فيه هو بجانب الحديقة ذات الطابع الإنجليزي اللي هي الجهة الشرقية للحديقة، بالضبط في لافيميير أو ما اللي نسموها حنايا لا ستاسيون دو كومبوستاج. أسباب الحادثة هي راح تكون عندنا، قلنا في هذه الأثناء لحقت الشرطة العلمية اللي راح تاخذوا المعلومات من عندهم أكيد في الأوقات القادمة وراح ننشروها. لكن الأسباب الحالية اللي احنا نعلمها وأعوان الأمن يعلموها لأنهم كانوا متواجدين في عين المكان هي الاحتفالات اللي صارت، وكان فيه إطلاق للألعاب أو ما يسمى بالسينيال على مستوى الحديقة هنايا في النخيل، مما تتسبب في اشتعال هذا الحريق. ان شاء الله الحديقة تكون مفتوحة غدا. بالنسبة للأسئلة من فضلكم كل المعلومات راح تلقاوها في الأوقات اللاحقة، لأنه راكم تشوفوا معنا المباشر أنا في الفترة الليلية وما رايحينش نقدروا نحددوا. راكم تشوفوا على المباشر أعمال إطفاء هذه الحرائق الصغيرة اللي قاعدة هنايا. لا ليس كل الحديقة، جزء فقط.
الاحتفالات ما كانتش على مستوى الحديقة وإنما خارج الحديقة، لأنه الحديقة كانت مغلقة في الفترة الليلية، وهذا الشيء تعرفوه، وأوقات الفتح والغلق موجودة على صفحاتنا. شكرا على اهتمامكم، راح نوافيكم كل التفاصيل في الأوقات القادمة إن شاء الله. ما عليكم فقط متابعتنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والإنستغرام. حاولوا فقط نقربوا من المكان قبل إنهاء هذا البث المباشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.